بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الصنف ده يا جماعة من الأكلات الريفية الجميلة اللي فعلا اقتصادية وطعمها روعة، وبجد والله مش هتبطلي تعمليها. يعني ربع كيلو لحمة اداني كل الكمية اللي انتوا شايفينها دي. فعلا أكلة من الآخر. انا نفسي الكل يعتمدها لانها فعلا اكلة حلوة جدا. تعالوا نشوف المقادير بتاعتها. عندي ربع كيلو من اللحمة المفرومة، وعندي حزمة بقدونس وحزمة شبت وحزمة كزبرة خدت منهم الورق بس، ومعلقتين توم مفروم وبصلاية وسط. بالنسبة للتوابل عندي ملح وفلفل وحبهان مطحون، مفيش اكتر من كده. وعندي معلقة من الصلصة وكوباية من الطماطم المتصفية. بالنسبة للرز بقى، ده الرز ده نص كيلو. الرز هنا مش بودر، يعني انا مش طحناه للاخر، مخلياه مكسر كده يبقى باين في الكوبيبة. يعني 3/4 طحنة بالظبط، ما يبقاش مطحون قوي كده. كل المقادير اللي موجودة عندنا، الرز ضعف اللحمة، يعني ربع كيلو لحمة ونص كيلو من الرز. اول خطوة بقى معايا كده واحدة واحدة هنعملها علشان الكوبيبة تنجح منك وما تفكش. عمرها ما تفك منك بالخطوة دي. هتمسكي اللحمة لوحدها تطحنيها كويس في الكبة. عايزة اللحمة دي تنعم زي المرهم بالظبط، تنعم جدا اهي. بصوا بقى كده، كده بقى الكوبيبة عمرها ما تفك معاكي. تمام كده، اللحمة كده نعمت معايا في الكبة، هتربط لك الكوبيبة، مش هتخليها تفك ابدا. خدت بعد كده البصل مع الخضرة مع التوم وطحنتهم مع بعض. لو عصلجوا معاكي في الكبة حطي معلقة مية عشان تمشي الدنيا معاكي والخضرة تطحن زي ما انت شايفاها كده. طحنت البصل والثوم والخضرة مع بعض، حطيتهم على الرز وعليهم اللحمة، كل المكونات على بعضها، وهحط عليهم التوابل وكله. خلاص كده تمام. بس كده هتقلبي بقى الكلام ده كله كويس. ما خدش مني اكتر من 5 دقايق. قلبت كل المكونات مع بعضها، وهاخدها لفة في الكبة عشان تربط معايا. خدتها لفة في الكبة ونعمت اهي، عشان يعني تأستك كده معاكي وتعرفي تشكليها. بس يا ستي ادي كل الحكاية. هتبتدي بقى تعملي اقراص الكوبيبة الغمراوي معايا واحدة واحدة كده. يعني تعمليها رفيعة شوية، ما تخنيش القرص قوي. شوفي بقى هتطلع لك قد ايه، شوفي الكمية اللي احنا عملناها دي طلعت لي كل ده. دي حلة فيها بصلاية متقطعة طرنشات وطماطماية أرضية كده للحلة بتاعة الكوبيبة. وبرص بقى الكوبيبة داير داير كده فيها زي ما انتوا شايفين. خلاص. وبحط كوباية عصير الطماطم ومعلقة الصلصة. يعني انا قلت تبقى برضو ايه زاهية شوية ولونها احمر شوية تبقى حلوة يعني. وكوبايتين 3 شوربة مغلية، تكون في شوربة عندك انت غلياها، تبتدي تحطيها على الكوبيبة. يعني تحطيها لحد ما تغطي الكوبيبة كده، وتحطيها على نار متوسطة وتغطي عليها لحد ما تدوقيها وتلاقيها استوت وتطلع بقى بالقمر ده. بجد يا جماعة طعمها روعة. لايك وشير بقى كتير وسبسكرايب لبيت ماما بطة على الحلاوة دي. هتعمليها كل أسبوع، صدقيني. صنف من الأصناف اللي هتعتمديها في بيتك والأولاد هيطلبوها منك على طول. وأرجوكوا بقى ما تنسوناش النهاردة في اللايك، وتحياتي ليكم.